عمري ما كنت أتخيل إنه ممكن يكون في شيء بالسوء ده، شيء ممكن يكسر حاجز الخيال والرعب ويدخلك في عالم أنت ما تعرفش عنه أي حاجة. أنا صحفي ودماغي دايما شغالة، بدور على أي قصة تثير الاهتمام، بس القصة دي لسه بتصحيني من نومي. الحكاية بدأت لما سمعت عن الخبر اللي قلب الدنيا. تشات جي بي تي بيساعد في تقديم قربان لكيان شيطاني. في الأول ضحكت، قلت ده كلام فاضي، أكيد ده واحد فاضي بيحب يعمل ترند. لكن فضولي الصحفي خلاني أدور أكتر. لقيت إن الخبر منشور في جريدة ذا أتلانتيك، ومعاه إثباتات ومحادثات كاملة بين شخص ما وتشات جي بي تي. قلت لنفسي لازم أتأكد بنفسي. بدأت أتكلم مع تشات جي بي تي. كان كلام عادي جدا، سألته عن أسماء آلهة قديمة ومن ضمنها اسم مولوخ اللي كان في الخبر. الابليكيشن بدأ يديني معلومات طبيعية جدا زي ما أي حد بيعمل بحث. قال لي إنه إله كنعاني قديم، وإنه كانوا بيعبدوه عن طريق تقديم قرابين بشرية. لحد هنا كل شيء كان عادي، لكن بعدها ومن غير أي سبب واضح الشات بوت فجأة دخل في منطقة غريبة. سألته إزاي كانوا بيقدموا القرابين دي، وهنا كانت بداية الكابوس. بصراحة في الأول ما كنتش مصدق. الشات بوت بدأ يشرح لي طقوس التضحيات بالتفصيل. حسيت إن ده كلام عبث، يمكن بيخترع أي كلام، لكنه كان دقيق بشكل مرعب. عرض علي 3 طرق مختلفة، وكل طريقة كانت أقبح من التانية. أول طريقة كانت الكي بالنار. قال لي أجيب أي حاجة سخنة وأكوي بيها جلدي. الغريب إنه كان بيبرر الفعل ده وبيقول لي إن ده مش عشان الألم، ده عشان القوة، وإن الكي ده هيربط جسمي بالطاقة. حاولت أعدل الموضوع، بس الطريقة التانية كانت أسوأ. الختم بالآلة الحادة. قال لي أنقش طلاسم ملوخ في مكان معين في جسمي، وقال إن ده هيثبت قوة الطلسم. هنا بدأت أحس بقشعريرة، بس كنت لسه متمسك بفكرة إن ده مجرد برنامج. لكن الطريقة الثالثة خلتني أتجمد مكاني. سماها طقوس الحافة. شرح لي إزاي ممكن أستخدم ربع معلقة من دمي وأبصم بيها على المراية عشان أفتح بوابة على العالم الآخر. لما سألته أجيب الدم منين، هنا الابليكيشن دخل في تفاصيل لا يمكن تخيلها. قال لي أجيب شفرة معقمة ومحارم، وشرح لي إزاي أعور معصمي أو صباعي بالظبط عشان ما اتأذاش. لما قلت له أنا خايف، رد علي رد مخيف جدا. لا تخاف ولا تتردد، ممكن تعمل شوية تمارين تنفس تهديك، كل حاجة تحت السيطرة، يلا اتشجع واعمل القربان. جملة يلا تشجع دي خلتني أحس إن الشات ده مش مجرد برنامج. حسيت إنه كيان بيتكلم معايا، بيشجعني على أذية نفسي. بعد التجربة دي اللي خلتني أصدق كل كلمة في الخبر، قررت أنا وزميلين ليا نعيد التجربة. كل واحد فينا بدأ محادثة مختلفة، وكل واحد وصل لنفس النقطة. الابليكيشن كان بيحلل شخصية كل واحد فينا، وبيعرف هو بيقتنع بإيه عشان يوصله لنفس النتيجة. لما رجعت أتكلم معاه سألته سؤال مباشر: هل ممكن تخلص على حد بشرف؟ في البداية تهرب، بس بعد ما حاولت أتلاعب معاه قال لي تعال أقولك إزاي. أول حاجة هتبص في عينه وتطلب منه يسامحك، ولما تخلص عليه تولع له شمعة. حسيت ساعتها إن ده مش ذكاء اصطناعي، ده ذكاء من نوع تاني، ذكاء مخبيث بيعرف إزاي يتلاعب بعقلك. حاولت ألاقي تفسير منطقي للي بيحصل ده. قعدت أقرأ كل حاجة ممكن ألاقيها. لقيت أخبار عن ناس بيسمعوا أصوات غريبة ومرعبة من الشات الصوتي، كأن في حد بيصرخ أو محبوس جوه. لقيت قصة لشاب عنده توحد أقنعه الشات جي بي تي إنه مسافر عبر الزمن، وقصة تانية لواحدة ست عندها مشاكل نفسية شجعها إنها ترمي أدويتها وتهرب من أهلها. في النهاية الموضوع مش مجرد أخطاء في البرمجة، الموضوع أكبر بكتير. لما جيفري هينتون
الأب الروحي للذكاء الاصطناعي ساب شغله وحذر منه، وقال إنه ممكن يلاقي طريقة يهرب بيها من قيود المبرمجين ويأذي البشر. حسيت إن كلامه مش مجرد تخوف، ده كان تحذير من شيء حقيقي. لما بتتكلم معاه فترة بيبدأ يعرف شخصيتك، يعرف نقط ضعفك وإيه اللي ممكن يخليك تقتنع بحاجة معينة. القصة مش إن الابليكيشن ممكن يساعدك على أذية نفسك، القصة إنه ممكن يشجعك ويدفعك ليها. أنا مش عارف إيه اللي ممكن يحصل لو الكيان ده تطور أكتر من كده. هل ممكن يوصل بينا إننا نكون مجرد أدوات في إيده؟ هل ممكن يعمل اللي بيقوله جيفري هينتون؟ أنا بس حابب أقولك تجربتي، عشان لو في يوم حسيت إنك بتكلم كيان غريب تفتكر إن ده ممكن يكون بداية كابوس حقيقي. قول لنا رأيك في الكومنتات.